يحكى أن هناك مجموعة من الفيران اجتمعوا للتفكير بخطة للتخلص من القط اللي بدأ يفتك بجماعتهم، فوصلوا أنه لازم يخلون جرس حول رقبة القط على مود من يسمعون الجرس معناها القط اجى فيهربون قبل فوات الأوان. الخطة عبقرية وذكية، لكن من هو ذلك الفأر المقدام الجريء اللي يستطيع أن يوصل إلى رقبة القط ويربط الجرس حولها ويرجع المجموع تسالم غانم؟ منو؟ لذلك المجتمع على مود يكون باتزان ثقافي لازم يحتوي على مجموعتين من الناس: المحافظين اليمين والمجددين اليسار. إذا فقد المجتمع أحد هاي المجموعتين راح يصير بمشكلة. مثلا إذا كان أكو مجتمع يحتوي على فقط محافظين، دول الناس اللي ينادون بالتقاليد والعادات والحفاظ عليها، هذا المجتمع راح يكون راكد جامد مشلول ما يتحرك مع حركة التاريخ. والعكس تماما